العب بكل شيء إلا دين الله عز وجل. العب بكل شيء إلا دين الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجموعة من المنافقين في مؤخرة الجيش، فقالوا 3 كلمات أغضبت الذي في السماء على العرش استوى. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم صحابي جليل قال: كذبتم. فانتقل من مؤخرة الجيش إلى مقدمة الجيش حتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد جبريل قد سبقه. جبريل سبق هذا الرجل الصحابي الذي جاء من مؤخرة الجيش إلى المقدمة في آية تتلى إلى يوم القيامة، في آية تتلى إلى يوم القيامة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يقول الراوي: رأيت أحد هؤلاء ال3 يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يمشي وركبه يخرج منها الدم من أثر الحجارة تسحبه الناقة. يقول: يا رسول الله والله حديث سفر، والله يا رسول الله نمزح، يا رسول الله كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يرد يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ورسالة لكل إنسان يستهزي بكل بجاحة وبكل صفاقة، خاصة في مسائل الدين. إذا جاء وقت الأضحية طلعوا نكت على الأضاحي، إذا جاء وقت رمضان طلعوا نكت على الهلال، واستهزاء وسخرية ونكت وطرف. هذا دين الله عز وجل ما يلعب فيه. وبعدين والله عليك وليس لك، المسألة أنت لن تضر دين الله، لن تضر الله شيء ولا دين الله ولا أهل الإسلام، تضر نفسك.